عثمان لاعب نادي طنطا احد ضحايا قطاع الناشئين الاول، اخبارك عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قول لي بقى عثمان مش موجود ليه والدنيا فيها ايه وملخص قطاع الناشئين. بص كابتن سعد، والبدايه طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. يعني السنه اللي فاتت تم اختياري من الكابتن حماده مرزوق ان انا اتصعد فريق اول. طبعا كان احنا لاعبين ماتش سموحه يوم الاحد، وهو اختارني في الماتش دوت. عنده ماتش ودي يوم السبت مع الفريق الاول. انا يعني ما اتبلغتش بالميعاد غير يوم الجمعه، من يوم الاحد ليوم السبت. من يوم الاحد ليوم السبت، يعني فتره تعد اسبوعي. انا اتبلغت يوم الجمعه عن طريق من الكابتن سيد الخولي والكابتن احمد الحداد. طبعا لان يعني كابتن حمدي موسى طبعا هو اللي كان يرأس القطاع، وهو المفروض هو اللي يبلغني في يوميها كمان. ولكن هو يعني مش عارف كان متردد ولا ايه، مش عارف، مش عاوز يقول لي. انا فوجئت ان يوم الجمعه لقيتهم بيبلغوني انت عندك ماتش بكره مع الفريق الاول تروح. طبعا الحمد لله بفضل الله دخلت ولعبت. ولكن انا فوجئت ان الكابتن حمدي وهو بيقول لي، لقيته بيقول لي بقى لما تلعب بقى وبتاع تقبح عجل. لما تلعب تقبح عجل. انا طبعا خدتها بهزار، لان انا طبعا بكن لهم كل احترام وكل تقدير. وانت المفروض كنت تبلغ قبلها بالفتره عشان تطلع تتمرن مع الفريق الاول، حتى الماتشات دي تم تبلغك قبلها بيوم. بلغ قبلها باسبوع. طب اكتشفت ازاي ان هم ما بلغولكش؟ ايه السبب؟ حضرتك انا يعني كان الكابتن حمدي يعني عن طريق ناس مقربه جدا من الكابتن حمدي كانوا بيقولوا لي ان الكابتن حمدي كان متردد ان هو يطلعني اصلا، يعني بمعنى صح ما كانش عاوز يطلعني. ولكن انا فوجئت وهو بيكلمني اروح العب الماتش بكره بس تقبح عجل بقى. ماشي. طبعا انت تقبح عجل انا ما فهمتهاش، انا خدتها بهزار ان العلاقه احترام، لان انا ما بشيلش نيه سوء لحد. تمام. ولكن انا صعدت الحمد لله بفضل الله مع كابتن حماده ودخلت ماتش المنصوره ولعبت ماتش الاتحاد ودي كتيره جدا، ودخلت ماتشات ولعبت ماتش الاتحاد اللي احنا اللي ما وفقناش فيه. بدأنا السنة دي طبعا فترة الإعداد يوم 2/7. المفروض أنا أبلغ قبليها برضه زي اللعيبة كلها ما بتبلغ قبلها بأسبوع أو ب10 أيام. أنا ما بلغتش خالص. طبعا كان المفروض ده شغلة الكابتن زولو والكابتن جمال بشير، بما إن هم اللي ماسكين يعني مدير الكورة وهو المدير الإداري للفريق الأول. أنا طبعا ما حدش قال لي على بداية الفترة. لجنة الكورة كابتن زولو لجنة الكورة. طبعا. فالمهم انا رايح يوم السبت اللي هو بدايه فتره الاعداد، ما كابتن زولو قال لي ايه تستنى شويه ما تنزلش. فطبعا انا قعدت بره، احترمت والتزمت الصف. قعدت بره، جه كابتن محمد شوقي نجيب قعدت بره، فجه كابتن محمد شوقي نجيب جاي على التراك كده، فبقول لي انت ما نزلتش ليه يا عثمان؟ قلت له يا كابتن ما حدش بلغني. قال لي ان ده للكابتن زولو والكابتن جمال بشير قدام الكابتن رضا عباد. طبعا مسكهم، يعني مش عاوز اقول لك مسك مين؟ زعق لهم جامد جدا الكابتن زولو والكابتن جمال بشير. قال لهم ايه؟ زعق لهم جامد جدا، قال لهم انتوا ازاي مش عارفين شغلكم؟ ازاي ما تبلغوش الراجل دوت موجود من السنه اللي فاتت واثبت جدارته مع كابتن حماده، ازاي ما تبلغوهوش؟ قالوا له يا كابتن احنا بس مش عاوزينه يجي في فتره الاختبارات مع الكابتن رضا وبتاع. قال لهم لا، يجوا زي اللعيبه القديمه. هو دلوقتي بقى راجل اساسي لانه لاعب. هي اللعيبه القديمه كانت موجوده، فقال لك ده ايه زي اللعيبه القديمه. بعد كده عملت ايه؟ فانا فوجئت ان بعد 10 ايام، طبعا انا حضرت مع الكابتن رضا بدايه الفتره ديت، والحمد لله كنت كويس جدا جدا في التقسيمات وكده، بشهاده طبعا الكابتن محمد شوقي نفسه. هو اللي قال لي الكابتن رضا انا مبسوط منك جدا وانت ان شاء الله تبقى اساسي السنه دي. فوجئت ان الكابتن زولو جاي بعد 10 ايام او 12 يوم جاي بيقول لي انزل ناشئين. فانا خدتها تهريج، قعدت اضحك يعني. فقلت له يا كابتن طب ازاي؟ انت حضرتك جايين قايلين لي ان الكابتن رضا مبسوط مني. فجاي بيقول لي لا احنا شايفين كده. هم شايفين كده ان انت تنزل. قلت له نزلت. قلت له حضرتك مين اللي شايفين كده؟ يقول لي احنا. فطبعا انا التزمت برضه الصمت واحترمت، عشان انا طبعا ابن النادي ومتربي في النادي بقى لي 14 سنه. وضحيه كالعاده. ولكن ما كانش كده عشان ما فيش وطنيه. بمعنى صح يعني ما فيش وطنيه، ان انا مثلا ما اتعاملتش معاهم زي ما كانت في لعيبه سابقه بتتعامل، او انا ما كنتش اعرف ازاي التعامل مع الناس دي. كنت بقى بحترمهم وكل حاجه، لكن ما اعرفش ان كان بقى في تنظيمات وطنيه والكلام ده ولازم يحصل والكلام ده لا. فطبعا انا التزمت الصمت ونزلت مع كابتن عادل الجو. قال لك مره الفتره ديت معلش وما تزعلش وبتاع. فانا والله كانت حالتي النفسيه كابتن سعد كانت تعبانه جدا. ما انا عارف ان كله كان حوار، ما كان محدش عايز يجي عشان دوري المناطق والكلام ده. انا فاهم. وطبعا يعني كنا هنلعب دوري الجمهوريه. ما انا عارف، وحوار ماتش الاهلي وكنا هنلعبه اول ماتش. انا عارف كل ده. ولكن الحمد لله بفضل الله برضه اتمرنت تمرينه كانت يوم سبت.
رحنا لعبنا في سموحه في اسكندريه، كان معانا كابتن عجيبه وكابتن رضا سامي. طبعا انا كنت الحمد لله بفضل الله، مش عاوز اقول لك ان الناس بتوع سموحه كلهم عاوزين الباك ليفت بتاع طنطا. عارف ماتش سموحه اللي كان ودي هناك. تمام. فانا جيت كابتن عادل جبر قال لي يا ابني انا في الاجتماع هتكلم معاهم تاني ان انت تطلع فوق، ان انت حرام ان انت ما تلعبش اساسي كمان في الفريق الاول. فانا انتصرت ورحت التمرينه اللي بعدها كابتن عادل عملت ايه؟ قال لي بصراحه العقبه الوحيده في طريقك هي كابتن زقر. فطبعا لما جه يكلم الكابتن حمدي موسى ثاني يقول له لا ويصبر. طب لا يصبر، انا يعني انا معلش انا هصبر لحد امتى؟ يعني انا راجل طلعت ولعبت واثبتت جدارتي فوق ولعبت ماتشات ودخلت ماتش اتحاد ولعبت، ولكن اتقابلت بقى ان انا مثلا ايه كلمه ابقى اذبح لنا عجل ديت انا ما فهمتهاش. كان لازم افهم ان انا لازم ادفع فلوس ولازم اعمل لهم اللازم يعني عشان ابقى موجود عشان تطلع فوق. وطبعا انا عشان ما كانش ليا ظهر ولا ليا. وذبحت العجل ازاي بقى؟ ما انا اللي اندبحت، انا اللي كنت كابتن فدا في النادي، ان انا يعني انا اللي اندبحت في النادي بصراحه. ولحد دلوقتي بجد انا مشفق على اللعيبه الموجوده واللعيبه الناشئين الموجوده كمان في الفريق الاول، ان ما بيتظلموا بجد وعاوزين حد يجيب للناشئين كلهم حقهم. انت قلت لي اسماء اللعيبه قالوا لك ادفع، عشان مش هنقول نذكر اسماء عشان في ناس موجوده في الفريق الاول دلوقتي مش هنذكر، بس انت قلت لي فعلا ان في لعيبه قالوا لك لازم تدفع عشان تطلع فوق. ان قالوا لي مثلا عشان تبقى موجود في الصوره وعشان تبقى موجود على طول لازم تتعامل معاهم بحته السمسار بمعنى صح، وهم بياخدوا نسبه. مين الاسماء دي بقى؟ يعني مش اللعيبه اللي قالوا لك يعني تدفع لمين ومين عشان يعني ذكروا لي يعني مثلا كان من بعضهم ذكروا لي ان الكابتن زولت والابرز يعني موجود، ويعني هو ده اللي يعني مثلا هو المتحكم في الكره في النادي بمعنى صح. عشان تلعب هو لازم ترضيه، يعني عشان تلعب وتبقى موجود في النادي لازم ترضيه. ولكن طبعا يعني هو الراجل بعد ما حصل الموضوع بتاع الكابتن محمد شوقي دوت، طبعا هو الراجل شايلها لي يعني توفيق ان شاء الله. الحمد لله بفضل الله. ماشي يا عصام، توفيق ان شاء الله.